نزله احمد عرابي المهندسين من على الدائري الباص دخل في البلكونه. يعني تصدق او لا تصدق، اللي انت شايفه ده مشهد حقيقي، مش AI ابدا، مش مشهد مجتزأ من فيلم، مش فيلم رعب ولا اكشن ولا اي حاجه. اللي انت حضرتك شايفه ده باص كبير، باكد على باص كبير، ده من الباصات الكبيره، جاي من طريق المرج والسلام، جاي ينزل نزله احمد عرابي المهندسين. بدل ما ينزل نزله احمد عرابي دخل في بلكونه الراجل الطيب ده زي ما انت شايف كده. يعني ايه، بكلمك انا في فيلم رعب دلوقتي. يعني انا بحاول اجيب لك بس اهو، يعني ادي الباص اهو. عارفين انتوا الباصات الكبيره، الباصات اهو الكبيره زي ما انتوا شايفين كده دخلت في البلكونه. والله دخلت في البلكونه. الكلام ده فين لمن يهمه الامر واللي بيسمعنا واللي عايز ينقذ اهالي المنطقه من حوادث الدائري المستمره. الكلام ده احنا بنتكلم في نزله احمد عرابي، بشتيل، المتجه اللي انت جاي من المرج تنزل نزله احمد عرابي بشتيل. الراجل زي ما بقول لك كده بدل ما ينزل النزله او دخل في البلكونه. حاجه فيلم رعب، يعني فيلم رعب. بص السور واقع، ادي الاسعاف جت الحمد لله، الحمد لله ما فيش مصابين. الباص ده كان فاضي، ما فيش سور على الدائري، ما فيش سور الدائري وقع. فين بقى سور الدائري اللي وقع؟ وقع بسبب ان في حوادث وما فيش حاجه بتحصل. يعني بتحصل الحادثه توقع السور، فلما يقع تحت العيال بتوع الخرده يروحوا لامين السور. انا بشرح لك بقى الموضوع بكل تفاصيله وجوانبه علشان اللي عايز يحل، علشان في مأساة ورعب حاصل هنا كبير جدا في نزله تحت في بشتيل، نزله احمد عرابي. ان زي ما انت شايف كده الصوره ب1000 كلمه. تخيل بقى حال الناس ووضع الناس اللي انت شايفه ده. الناس طالعه بتتعجب، الناس طالعه بتتعجب